مش قادرة أسامح الشخص اللي أذاني. إزاي هسامحه؟ مش قادرة. أكتر كلمة بتتقالي في السيشن معايا، أكتر كلمة حرفيا بسمعها من 3/4 الحالات اللي بيبقوا متابعين معايا أو حاجزين جلسات معايا، إن أنا يجوا عند نقطة التسامح أنا مش قادرة أسامح الشخص اللي أذاني، رغم إن أنا بقول في فيديوهاتي وطبعا برد عليهم إن المسامحة دي مش عشان الشخص ده. لما أنت بتسامح مش عشان الشخص اللي أذاك، أنت بتسامح عشان نفسك. برضو مش قادرين يعملوا الحتة دي لحد ما من كام يوم كده حضرت سيشن لحد يعني حد كويس جدا انا بحترمه جدا، شخص، واحنا بنتكلم في وسط الكلام قال جملة اللي بالنسبة لي كانت بيج بوم، وقلت هستعملها مع الحالات بتوعي، بس حبيت ان انا اقول الكلام ده هنا علشان لو قدرت ان انا افيد اي حد او اي حد يستفاد من اللي انا بقوله ده، او اعرفه فكرة ان انت مش قادر تسامح ايه اللي هيعود عليك. هي الفكرة ان انا شخص اذاني انا مش قادرة اسامحه، ماشي ليكوا الحق في ده، بس لما تعرفوا بقى اللي بيحصل ليكم ايه، المفروض ان انا سامح وقتي دلوقتي حالا. اللي هو ايه، انت لما ما تعرفش تسامح الشخص اللي اذيك واللي وجعك، وانت بالنسبه لك تقول ولا يمكن اسامحه، بيني وبينه ربنا اليوم الدين انا لا يمكن اسامحه، ورغم ان انتوا بتمشوا معايا في الجلسات وبتوصلوا لحته حلوه جدا، الا ان بيبقى فيه جزء ما كملش جواكوا ده لانكم ما سامحتوش. طبعا بتكلم معاكم بكل صراحه. اللي انا عايزه اقوله لكم النهارده ان الشخص اللي مش بيسامح شخص اذاه، وقلت كذا مره مش معناها ان انتوا تتكلموا مع بعض او ترجع المية لمجاريها ابدا اطلاقا. عمري ما ارضى لحد ابدا بالاذى، ولا حد يرضى على نفسه بالاذى، بس تخيلوا ان انت الشخص اللي مش بتعرف تسامحه، ان انت وهو طاقتكوا بتاخد من بعضها. تخيل ان انت بتاخد من طاقة الشخص اللي بيأذيك دوت علشان انت مش قادر تسامحه. عارفين يعني ايه توصلوا للنقطة دي؟ يعني ايه انا شخص اذيني يبقى طاقته وطاقته، طاقتنا احنا الاتنين راحة وجاية ما بيننا؟ ده انتوا اصولا جدا ان انتوا لازم تسامحوا. لازم تسامحوا ايا كان مستوى الاذى ده. عارف يعني ايه طاقتك وطاقته متعلقين ببعض رايح جاي؟ يعني انا مهما اتقدمت في حياتي هبقى برضو ورا، او هبقى برضو فاضل حتة